يا جماعة الحلوين، الست ما صدقت عيونها لما شافت ابنها اللي عندها فرط الحركة قاعد ساكت بيتفرج على ناس بتلعب شطرنج. عشان تتأكد دكت على راجل عجوز لعب مئات المباريات وأصرت تعزمها يعلم ابنها يلعب. في البداية كانت بس عايزة تشوف ابنها يركز قد إيه، بس المفاجأة كانت إنه في أول لعبة له خلى العجوز يقع في ورطة بعد 4 حركات بس. كشملك والله خرافي. يا إلهي، الست تصدمت. هل ممكن يكون ابنها عبقري؟ كانت متحمسة تشوف النتيجة، بس العجوز مش بس رفض يلعب، كمان شتمهم وطردهم برا. في البداية ما فهمتش الموضوع، بس بعدين لما فكرت انبسطت. هل فعلا ابنها كان ماسك لعبته سر؟ لما رجعوا البيت ما قدرش يستنى نظم مباراة بين زوجها وابنه. بس الزوج لما سمع القصة في الحديقة كان نص مصدق ونص مش مصدق، خصوصا لما شاف الولد مش قادر يقعد ثابت ولا سهي بيتحرك. كان فاكر إن مراته بتبالغ، بس بعد ساعة ما قدرش يضحك. مش بس خسر خسارة طول المباراة وما قدر يجيب إلا بيدك واحد من الولد، والأغرب إن الولد كان بيلعب نص اللعبة وهو بيتحمم. يا شباب، بموهبة زي دي ممكن تخلي أي أب يجن، بس جورج كان عنيد جدا. اليوم اللي بعده كان مفروض يودي ابنه للنادي يسجله، بس بعد ما تمشى بلا هدف فجأة فقرر يستسلم. قبل ما يمشي شاف ابنه بيلعب شطرنج مع حد في الصالة، والنتيجة الخصم اللي عنده دكن خسر وبشدة وذهب بأكد موهبة الولد. رغم تردد جورج عدة مرات قرر يمشي. بعدين كل يوم كان ياخذ ابنه الحديقة يلعب شطرنج. الولد مش بس مستمتع، كمان كون صداقات مع شوية ناس. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد يوم لما مدرب شطرنج اسمه بروك فجأة راح لجورج. اكتشف ان الراجل اللي عنده دكن في النادي مش حد عادي، ده محترف من الدرجة الأولى. بروك كمان عرض يقله نص مصاريف التدريب عشان ياخذ ابن جورج تلميذ عندها، لكن جورج رفض لأنه طول السنين حاول يشجع ابنها، بس كله فشل عشان الولد مش بيركز ومش عايز يجرب تاني. بس بروك ما استسلمش. ظل مع جورج يزور البيت ويلعب ألعاب ذهنية مع الولد طول اليوم، وقال لجورج بثقة: ابنك مش عندها فرط حركة دماغه، بس بتفكر بسرعة ومش صبور. سلمه لي وأنا بوعدك أرجع لك عبقري شطرنج الكل يحترمه. لما سمع جورج الكلام ده ما قدرش يظل هادي، وقرر يدفع المصاريف ويبدأ رحلة الأب المهووس بابنه. بس الجمع بين الأب اللي سايب الأمور على الله والأب المهووس كان تناقض كبير. بعد شهر جورج ودى ابنها بطولة شطرنج للشباب. أول ما وصلوا الفندق أولياء أمور تانين جايين يتكلموا عن مستوى ابنهم. يا جماعة الحلوين، جورج صار أب مهووس أولاد، بس الجمعة بين طريقة التربية التقليدية والجنون على الأولاد هو تناقض كبير. بعد شهر جورج أخذ ابنه لمسابقة شطرنج للشباب. أول ما وصلوا الفندق جاء أبو أولاد ثاني يسأل عن مستوى ابنه، بس جورج لسه مو متعود على تغيير ابنه. لما شاف الرقم على الهائط ردوا عليه بسرعة وقال: ابني وصل له 15 مستوى. الطرف الثاني تفاجأ وكأنهم شافوا شيء غريب. يا شباب، شفتوا الراجل الغريب؟ طلع إنه في عالم الشطرنج ما فيش حاجة اسمها مستويات كده. لهذا اليوم اللي بعده قبل المباراة الراجل ده شاف جورج وضحك عليه ضحك هستيري، وجورج بس حاول يبان هادي ويركز في شرح الحكم لقوانين اللعب. المباراة دي من الأول كان فيها حاجة مش طبيعية في المنظومين، ما اهتموش بالأولاد اللي زي العفاريت دول، بس كانوا دايما بيفسروا للآباء اللي قاعدين ساكتين يحذروهم. قالوا لهم: ممنوع تسيحوا، ممنوع تهزروا مع بعض، وممنوع تبصوا لبعض بعينين مفتوحة. في الأول جورج كان مش فاهم، بس لما المباراة ابتدت وهو بيراقب ابنه بيقاتل على الطاولة بص سرا على الأب المقابل ولاقيه فعلا بيبصله بعينين مفتوحة. جورج مش عارف يعمل إيه، وفجأة من بعيد أبين تانين اتخانقوا بسبب واحد وحكوا دنو التاني فكرها إشارة سرية. النتيجة كل الآباء تشدوا وتطردوا من الملعب، والأولاد كانوا مبسوطين قوي بيصفقوا ويهلوا، والآباء اللي طمعانين في الكنز الكبير اتحبسوا في مكان واحد. والجو كان غريب جدا، ناس بتتمشى بقلق وناس بتتضرع لربنا، وحتى جورج الراجل الهادي تأثر وما قدرش يبطل يبص على لوحة ترتيب على الحيطة. بعدها ابن جورج استمر في التقدم، عدى التحدي ورا التحدي، وبدأ الآباء التانيين يجوا يدردشوا مع جورج. شكليا كلام، بس في الحقيقة بيستكشفوا الأخبار ويتنافسوا. ده صح روح التحدي في جورج. في النهائي ابن جورج والخصم بيتصارعوا في الشطرنج، لكن المعركة الذهنية بين جورج وأب الخصم كانت أشد وأقوى. كل ما يتحرك قطعة يجي حد يبلغ إن جوسي خسر جندي. جورج ما قدرش يخفي خيبة أمله. وقتها أب الخصم طمنه: ما تقلقش، ولدك يطلع من الموقف الصعب ده. وبعدين ردت على كتف جورج كأنه يقول برو. بس مش وقت طويل ابن جورج أكله قطعة الركن بتاعة الخصم. جورج كان ناوي يضحك، بس بسرعة رجع لأوضاعها وبص بصدق وقال للخصم: مش مشكلة، أكيد ولدك بيخطط لخطأ. الاثنين بعد كده ربتوا على أكتاف بعض بتعاطف، بس لما اتلفت جورج وجهها كان بيقول: مين يقدر يوقفني؟ الإحساس ده استمر حتى وهما راجعين في القطر. كان لسه متباعد، البشر خليك بعيد.
لكن لما ابن جورج نام، جورج سرن رفع كأس البطولة وما قدرش يمسك ضغطه. بعد كده بدأ ياخد ابنه يشارك في مسابقات، والكؤوس بتزيد وبقت فخر الأب. جورج تعود يردع على مقابلات الصحافة، وبقى يستمتع بنظرات الحسد والإيجاب من الآباء التانيين. لكن في اجتماع أولياء الأمور المدرسة صب عليهم دلو مياه بارد، وقال إن الغياب كتير بيخلي ابنه يتأخر في الدراسة وصعب يتأقلم مع صحابه. مع إنه قال الكلام بلطف، لكن جورج حس بالشك. الراجل المهذب ده نادرا ما يغضب، لكن المرة دي قال لهم بصراحة عن تربية ابني مش وصل 8 سنين ولسه ما تخطى كل اللي أنا حققته في نسر عمري. تعرفوا قد إيه شكوككم مضحكة، ابني أفضل من أي حد فيكم. في الليل جورج ناقش مع ابنه فكرة تغيير المدرسة الجديدة مش بس أحسن، فيها كمان صف شطرنج. لكن الابن تجنب نظرته وردوا عليه بتردد ماشي. بعدين في يوم فجأة سأل جورج لو خسرت هيحصل إيه؟ جورج اللي كان دايما هادي قال لا، مش هتخسر لأن خصومك عنيدين جدا. في اليوم اللي بعدها جورج استنى خبر فوز ابنها كالعادة، لكن بعد 10 دقائق الابن طلع وقال له إنه خسر في الجولة الأولى بعد 7 حركات بس. جورج ما قدرش يقبل ده، خلى ابنه يقف تحت المطر يفكر في غلطاته، لكنه ما لاحظش إن نظرته فقدت النور من وقتها. ومن وقتها جوسي كأنه مشهور بدأ يخسر واحد ورا التاني. جورج كان هزين ومكسور، لكنه ما كانش عارف إن جوسي نفسه كمان مليان صراعات وألم. جوسي أول مرة شاف حد بيلعب شطرنج في الحديقة أتعلق بالرياضة دي. سرعة التفكير عجبتها، بس ما كانش يحبو فكرة الفوز والخسارة. كل مرة يخسر حد بيكون وجهه كئيب، فكان لما يلعب مع أبوها يلعب بشكل عشوائي علشان ما يشوفش وجه أبوه المحبط. بعد ما كسب الراجل الأوروبي في نادي الشطرنج وشافه زعلان، جوسي بسرعة أعطاه هبة حلوة تعزية. بعدين لما أبوه خد لحديقة تانية اكتشف إن الفوز والخسارة ممكن يكونوا مع ضحك وفرح. لعب هناك بجد متعة. وفي يوم باروك ظهر فجأة في حياته وفتح له عالم جديد. في أول حصة شطرنج باروك حط له تحدي صعب، وقبل جوسي يركز مشح كل القطعة على الأرض وخلاه يتخيل ويحلى اللحظة في الهواء. جوسي لقاه ممتعة، وبعد 20 ثانية بس جاوب صح. باروك فرح جدا وكأنه هدية، سحب ورقة من جيبه وكأنها كنز لا يقدر بثمن. قال دي شهادة دي بطل شطرنج عالمي، شوية ورق بس كل واحدة ليها قصة ملهمة. لأنك أديت أداء ممتاز هديك 10 نقاط، لما توصل 1000 نقطة هديك الشهادة دي. لما شاف عيني جوسي مشتعلة سحب الورقة بسرعة وبدأ يرتبها بحزن. من ساعتها لما جوسي ما يقعدش هادي باروك يطلع الشهادة ويشعها. شوية سبب لعب جوسي بك عشان الشهادة، ولما بدأ يربح في المسابقات والأول مرة شاف أبوه فخور بيه لقاه سبب جديد يكمل عشان اللعب. لحد ما في يوم أبوه اتخانق جامد مع المدرس في المدرسة، ورجع البيت جوسي انعرضوا عليه غير المدرسة. في البداية ما كانش عايز يسيب مدرستي وأصحابه، لكن أبوه قال له بجدية أنت عبقري لازم تمشي في طريق مختلف عنهم. في الليلة دي جوسي رضخ للقب عبقري الثقيل، لكن بعد يوم واحد قابل عبقري تاني في الحديقة. الولد ده كان بيلعب شطرنج بطريقة مذهلة، جوسي حتى ما فهمش حركته رغم إنه صغير، لكنه محترف جدا. مش بس شاطر في شطرنج، كمان بيعرف يخلي الخصم يرتعب بالحياة الواقعية زي كده بالضبط. هنا جوسي فهم إنه مش هو العبقري الوحيد. بالليل الولد ده راح نادي الشطرنج مع رجل، والراجل ده هو العدو اللدود لبروكس. وفورا الراجل تفاخر إنه لقى ملك الشطرنج الجاي جوناثان مش بس عنده موهبة خارقة، ده كمان عنده ثقة النفس وتكبر، بيحتقر كل الخصوم في كل حاجة وبيسشق جوسي بدون رحمة بكراء هي تواجهه في الساحة. جوسي مش خايف يخسر، بس خايف أبوه يزعل منه. عشان كده سأل أبوه بقلق لو خسرت هتبقى إزاي؟ في اللحظة دي أبوه ما قدرش يقبل خسارة ابنه. مش هتخسر، خصومك كلهم عنيدين جدا. وزي ما أبوه قال في المباراة اللي بعدها، جوسي شاف خصمه، لما شافه ابتلع ريقه من القلق، ولما لف وجهه قابل عينين حادتين لجوناثان فجاء حس بخوف وما قدرش يواجهه. في النهائي اتوتر وتشتب من أول جولة بطريقة مخجلة، مش متوقع إن الهزيمة الصغيرة دي هتكل بحياته من جنة لجحيم. أبوه اللي كان دايما لطيف بقى صارم جدا وخلاه يكفو تحت المطر يتأمل غلطته. وبروكس كمان بقى أشدة، شاف طيبة جوسي كأنها خطيئة وطلب منه يكون شرير زي جوناثان، يكره ويحتكر الخصم. بس جوسي الطيب ما قدرش يعمل كده. وبعدين حتى متعة جوسي الصغيرة في لعب الشطرنج السريع في الحديقة بأكت غلط. بروكس منع جوسي من الذهاب للحديقة، منع اللعب العشوائي، وسمح له بس يبقى في البيت والنادي يتعلم نظرية الشطرنج. كان بيحدد له كل خطوة صح وممنوع يشك أبدا. بصراحة الشطرنج من شغفي بقى ألم، وكلما جوسي يتعب بروكس يعاقبه بنقص النقاط. الجزرة اللي كانت بتشجع الحمار على السحب بقت سكين تضغط عليه، بقت طوق كيد بيقمع شغفي جوسي.
بكى حزين وكسلان طول اليوم، وكل مرة يعدي جنب الحديقة يلاقي نفسه بيبسي جواها عشان هناك بدأ حبه للشطرنج. حزن جوسي ما فاتش على أمه الحنونة، بس هي ما فهمتش إيه اللي بيحصل. لحد يوم لما بيروكس هدد بنقص النقاط كالعادي، فجاء جوسي زحق من لعبة الجزرة وطلب الشهادة الأول وإلا مش هيلعب تاني. بروكس ضحك وقال أنت بتلعب عشان دي بس، وطلع الشهادة وحطها قدام جوسي. لكن لما جوسي مسك الشهادة، بروكس طلع ورقة تانية وبعدها ثالثة، طلع كله نسخ فرقة ما لهاش معنى. عايزة كد إيه يا معلم هيديك كد كده. جوسي التجمد الجزرة فجأة بق ضربة موجعة كأنها صفعت على وجهه. في اللحظة دي أمه سمعت الصوت ودخلت وشافت المشهد. اتجنت وراحت طردت بروكس فورا من غير تردد. كانت عايزة تحمي ابنها، لكن لما زوجها عرف اتخانقوا بشدة وقال لها إن حميتها بتخلي جوسي أضعف. يا جماعة الحلوين، جوسي كانت معصبة لدرجة إنها تبكي. مش شايفين جوسي مو ضعيف، هو بس طيب زيادة. قبل ما كان يخاف من الخسارة، بس الحين خايف لأنه يحبك. جرب تشوف نفسك وش صار وجوسي كيف صار. هل هذا فعلا اللي تتمناه؟ جوسي سمع شجرات أهله وما قدر ينام. أبو جوسي طول الليل يفكر في اللي يسعى له. في اليوم التالي أراد يتكلم مع ابنه، لكن اكتشف إن جوسي مشغول يدرس ركعة الشطرنج. حتى غرفته اللي كانت فوضى صارت مرتبة. التغيير اللي كان يتمنى يشوفه، لكن الحين ما قدر يفرح. قال لجوسي بحذر ما تحتاج تسوي كذا، أنا ما راح أضغط عليك تسوي شيء متحبه. لكن فجأة جوسي كبر وقال أنا فهمت جهدي هذا لنفسي، بس أبوه ما قدر يفرح. الصبح أبوها بيتكلم معاه، بس لقى جوسي مركز في دراسة لعبة الشطرنج. حتى أوضته اللي كانت دائما متلخبطة نظفها كلها. التغيير ده كان نفسي يشوفه من زمان، بس دلوقتي مش قادر يفرح. بحذر قال له مش لازم تعمل كده، مش حاجبرك تعمل حاجة مش بتحبها. بس جوسي فجأة كبر وقال فهمت مجهودي علشان نفسي مش حد تاني. بس أبوه ما كانش مبسوط لأنه شاف في عيون جوسي بس تعب ولا فرحة ولا شغف. بعدين رغم اعتراض بروك الأب جوسي لحديقة لأنه هناك بدأ شغفه. المهم يكون ابنه مبسوط والباقي كله في إيده. كمان نظم له وقته في اللعب، ومراته يروحوا يلعبوا بيسبول، يلعب مع أصحابه أو يصطادوا على البحر، يعيشوا لحظات حلوة. بروك ما كانش راضي عن أسلوب الأب. جوسي شايف إن ده يخليها عادي وإن النجاح محتاج تدريب جامد، لكن أبوه كان غامض وقال له يجي يشوف جوسي دلوقتي. فبروك راح للحديقة سرا وشاف جوسي مش بس بيحب اللعبة أكتر، ده كمان بيتطور بشكل رهيب. وبعد شوية جوسي رجع يشارك في المسابقات، والبطولة كانت أكبر من أي وقت. البطولة جمعت أحسن اللاعبين في البلد كلها. لما كل اللاعبين وصلوا، جوناثان البطل الحالي ظهر ببطء وكأنه ملك الكمة. جوناثان كان بيتابع جوسي وهو بكل برود بيهزم خصومه واحد ورا الثاني، وجوسي نفسه وصل للنهائي وحقق فرصة يتحدى البطل. بس قبل النهائي جوسي هرب وقعد في غرفة الاستراحة دماغه فاضية. عرف إنه لسه مش جاهز يفوز. في اللحظة دي شخص غير متوقع ظهر وهو بروك. سأل خايف تاني؟ جوسي قال أيوه، أعرف إني مش هقدر أغلبي. بروك حاول يشجعها بس طلع قال صح، أنا كمان شايف إنك مش هتقدر. الكلام ده زود قلق جوسي، بس بعد شوية بروك ضحك بصوت عالي. طلع شهادة مصممة بإتقان مكتوب فيها في عين المدرس. جوسي بقى بطل كبير مهما حصل، دايما أنت أحسن تلميذ عندي، توقيع المدرسة الفخور بيك. بروك اللي معروف بقسوته ما قدرش يقول كلام دافت، فاختار الطريقة دي عشان يحفظ تلميذه الغالي. كان عارف إن جوسي محتاج الشهادة دي عشان يفك آخر القيود اللي في كلبه ويخلي شغف كلبه يطير حر تاني. نفسية الإنسان بتتغير بطريقة عجيبة. لما جوسي دخل الملعب لاحظوا إن نظر جوناثان الحاد ما عادش يأثر فيه زي الأول. بس جوناثان دايما يعرف يزحزح أعصاب خصمه. المباراة جذبت كل الأنظار، لكن لما بدأت المفروض جوناثان يحرك أول خطوة، بس قعد ساكت وبرد على جوسي بنظرة باردة. الوقت بيعدي والدقيقة بتجري، ولما جوسي زهق جوناثان فجأة لعب خطوة وهجم بقوة. جوسي اتلخبط وفي كام حركة خسر الأرض. بروك كان بيتفرج على التلفزيون المباشر وشاف الخطة بتاعت الخصم. في دماغه رجعت أفكار كان علمها لجوسي، بس بعد تفكير جوسي اختار طريق مختلف. مش غريب خسر قطعة مهمة دي بسرعة. بروك تضايق لدرجة ما قدرش يكمل يتفرج، لكن أمه لاحظت لمعة ذكائي في عيون جوسي. تردد وشكوك على وجهه خلت جوناثان يفتكر إنه أكيد رابحها، لكن فجأة جوسي ضربة حاسمة. جوناثان وقع في الفخ وضطر يضحي بقطع عشان يحمي الملك. بعد كده ما قدرش يقل من قيمة جوسي، مع إن قوتها ما اختلفت شوية، لكن بعد كام حركة جوسي وقع في موقف خطير. ده وضع كلاسيكي ما حدش حله لحد دلوقتي. جوسي مركز على الركعة كأن كل الحلول مسدودة، وفجأة افتكر طريقة المدرس. بعدها جوسي نام على الطاولة وتخيل الركعة فاضية. الركعة بقت مش واضحة، بس في دماغه الحركات بتجري بسرعة.
10 حركات 20 30 40 وفي الآخر وقف عند خانة وبص عينه تلمع. الحركات اللي بعد كدهت العبد بسرعة من الطرفين لأنهم حسبوها 100 مرة في دماغهم، وفجأة جوسي لعب حركة ما حد شافها قبل كده وكده، فاز بطريقة معجزة. العودة دي غير طريقة تعليم بيروك تماما. تحت قيادته جوسي بقى ملك شطرنج حقيقي. الضغط ممكن يكون سمكات اللي يخلينا نتصرف بغريزة، بس بعد كده هي خلق فراغ لا نهائي. اللي فعلا يقدر يدينا بعيد هو الشغف اللي جوانا والنار اللي مولعة في قلوبنا. قصة النهاردة انتهت هنا، شكرا لكم على المتابعة. ايه رأيكم في الفيل؟ اكتب